لو جينا نعمل أقوى تشكيلة في تاريخ عرب أفريقيا، يا ترى هناخد بيها كأس العالم ولا المهمة هتكون صعبة؟ في حراسة المرمى هنختار الأسطورة عصام الحضري. أما في خط الدفاع هنختار المغربي نور الدين نايبت. جنبه الصخرة المصرية وائل جمعة. باك يمين المغربي أشرف حكيمي. وباك شمال التونسي علي معلول. أما في وسط الملعب فهنحط فيه المصري العميد أحمد حسن. ولأني هختار اتنين بس في وسط الملعب ما ينفعش ما يكونش فيها محمد أبو تريكة. وفي صانع الألعاب هلعب بحكيم زياش. على الجناح اليمين هحط طبعا الأسطورة المصرية محمد صلاح أفضل لاعب العالم. وعلى الجناح الأيسر المتألق اليساري الممتع رياض محرز. أما بقى في الهجوم فهو جزائري آخر وهو رابح مجر. برأيك بالتشكيلة دي ناخد كأس العالم ولا هتكون صعبة برضه؟